السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أحلى عظمة ملوخية خضرة جميلة بشوربة البط. بص، بصب الملوخية في قلب البولة بتاعة الملوخية، ما شاء الله خضرة وجميلة. وبص العرق بتاعها جميل ازاي، وريحتها بقى مش هقولكوا عليها، وطعمها عظمة 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 عظمة. كان نفسي تكونوا معانا وتدوقوا منها. نكمل بقى العظمة بتاعتنا. شايفين البطاية الجميلة دي؟ انا بحمرها كويس كده عشان هما بيحبوها التحمير كده. بصوا جمال، احلى بمبار بقى هتاكلوه بتكاته. معايا هنعرف ازاي بنعمل الخطوات العظمة الجميلة دي. بصوا جمال، بصوا كله مقاس واحد ازاي. طب شوفوا الملوخية، طب شوفوا البطة. تعالوا نشوف ازاي نوصل للعظمة دي عن طريق، تعالوا معانا نبدأ. هجيب الأول بطاية وهغسلها كويس جدا، مرة بالخل والدقيق والملح والسكر والمحلول بتاعنا اللي هو المتعارف، عشان أطلع الحاجة قدامي كده جميلة وتفتح النفس. شايفين الجمال، شايفين نظافتها. تعالوا بقى نظبط البطة الجميلة دي بعد الغسيل والنظافة والجمال ده بإيه. هعمل لها حشوة ايه ادلك جسم البطة بيها من جوه ومن بره. هنجيب زي ما احنا شايفين كده اهوت، بصوا جمال البطة ونضافتها. هنجيب زي ما احنا شايفين في الطبق، هبشر بصلاية وطماطماية وشوية ملح وشوية فلفل، وكل الجمال ده هقلبه كده مع بعضه عشان ايه ادلك بيه البطة من جوه ومن بره، عشان نوصل لايه، للريحة والطعم الجمال اول ما هتخرج البطة من السليق. هندمج ده كله ببعضه اهو زي ما احنا شايفين. وطبعا ايه المبشرة بتطلع لك احلى ايه بصل مبشور كده، بتحسي ان هو جوسي وفي عصير كده بصل مع الطماطم والملح والفلفل. وهحط الجمال ده في قلب البطة وهدلكها من بره ومن جوه. شايفين بحاول اشيل الجلد ازاي واحط واعمل الكلام ده. شايفين هدخل في كل حتة الخلطة الجميلة بتاعتي دي، البصل والملح والفلفل اهو. وادلكها كمان من الخارج بعد ما ظبطتها من ايه من جواها. ادلك اهو جسمها من بره، وحتى الكبد والقوانص بتاعتها. طبعا احنا عارفين بتبقى كبدتها والقناصة بتاعتها وكوز القلب كبار اهو. بص حطيت فيهم الايه الخلطة الجميلة دي، وهدعكها مش هسيب ولا حبة، والباقي انا هدخله جوه. حاجة كده بتخلي ريحة الايه الفراخ او البط او الحمام بتبقى ريحته جميلة مع السليق اهو. دلكناها كويس جدا وضمنا ان كل الايه الخلطة دي راحت جوه وبره. يلا نكتف البطاية بتاعتنا الجميلة دي اهو. كتفها كويس جدا، ايوه برافو عليكي يا اماني. يلا يا جميل، خد البطة بتاعتك الجميلة وحطيها في الحلة اللي انا حاطة فيها مية، وهحط لها البوكيه جرنيه بتاعها. طبعا احنا عارفين بصلاية شقينها بس ما بنقطعهاش قوي، وطماطميتين شقينهم 4/4، وعندك جزراية، وعندك الايه عودين الكرفس، وفصين توم كبار زي ما احنا شايفينهم كده محترمين يعني، عشان نعمل احلى شوربة. شايفين الجمال. يلا نحط التوابل بتاعتنا، معلقة ملح، نص معلقة بهارات مشكلة، فلفل، روزماري، بابريكا، جنزبيل، 3 4 فصوص حبهان، وفصين مستكة. كل العظمة دي هتنزل في قلب حلة الايه، حلة السليق اهو. وهننزل المية بتغلي. يلا ننزل البطة بتاعتنا ونحطها على وشها او على صدرها علشان نضمن انها تستوي كويس، وهنغطي عليها تاخد لها غلوتين، وايه نوطي عليها علشان تستوي على الهي. كل ما كانت درجة الحرارة اقل كل ما بقى السوا احلى. تعالوا نكمل العظمة ونشوف هنعمل ايه جنب البط. انا المرة دي قلت بقى مش كل مرة محشي، نغير. بومبار، قمت جايبه كيلو بومبار وهوب قعدت انضف فيه. مش هقول لكم بقى لحد ما خليته لكم، طبعا هو جاي متنضف،
بس احنا طبعا لازم نحط لمسات ايدينا، اشي ملح وسكر وجنزبيل وخل وليمون ودقيق، واقلبيه من بره ومن جوه لحد ما وصلنا للجمال اللي انتوا شايفينه اهو. شايفينه؟ يلا بقى نوضب الخلطة بتاعتنا. ادي ده على الاقل كده، كل ما تكتري بصل كل ما بيبقى طعمه رائع. ده كيلو بصل مضروب في الكبة بتاعتي، وادي كيلو ونص طماطم، واحنا بنحب الحاجة سبايسي، هحط معاها قرن فلفل حراق وقرنين فلفل حمرا اهو، وواحد من الفلفل الرومي، وده الخضرة بتاعتي. يلا اهو اهون، انا خلصت فرم الطماطم مع الفلفل السبايسي والرومي، وقطعنا الخضرة بتاعة كيلو البومبار، 2 شبت، 2 بقدونس، 2 كزبرة، وكل ما كترت الخضرة بتبقى طعمها واو. يلا نحط التوابل عليها. توابل بقى طب حطينا الاول اهو الرز كان مغسول وهو بيتصفى في المصفى بتاعتها، اللي هي المصفى البلاستيك الشفشق دي، بصراحة جميلة ومريحة. وهنزل بقى على الرز والخضرة والطماطم والبصل بالتوابل بتاعتي اهو. هنجيب التوابل بتاعتنا، عبارة عن معلقة فلفل اسود كبيرة، معلقة بابريكا، معلقة كمون، معلقة ملح، معلقة توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، نص معلقة بهارات مشكرة، وكل ده هننزله عليها اهو. ولازم هنحط فصين ماجي طبعا اهو. نقلب الجمال ده كده، فصين الماجي بيعسلوا طعم الخلطة بتاعة البومبار اهو. وهنجيب الزيت علشان خاطر نعرف نحشي. هنحط لنا زي نص كوباية زيت كبيرة كده. انا كده كنت ببشر عليها اللي هي ادي الزيت اهو، بحطه وبشرت عليها زي ما احنا عارفين انا بحب ابشرها فريش وطازة، اللي هي جوزة الطيب. هنقلب ده كله كده على قلب بعضه عشان نوصل للعظمة اللي هي الخلطة الجميلة بتاعة البومبار. انا بحب اعملها ني في ني. خلطة البومبار طول عمرها ماما الله يرحمها معودانا ان هي تعملها لنا ني في ني. ربنا يبارك لها ويجازيها خير يا رب، يرفعها درجات في الجنة كده بحق معلمتنا وبحق ما كانت طبعا زي كل الأمهات ست جميلة وطيبة بس كان الكل بيحب ياكل من ايديها، بصراحة اكلها كان رائع، ربنا يرحمها يا رب. اهو نقلب الخلطة كده كويس جدا زي ما احنا شايفين. اقلب 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 لحد ما اوصل ان الخلطة اصبحت كله مندمج مع بعضه. خلاص اتخلطت. يلا هاتي بقى البومبار بتاعك وابدأي احشي. احنا بنحب نعمله كده كله زي صباع الايد كده، ما نزودش عن كده، ده الستاندرد بتاعنا، ما يكونش طويل قوي ولا قصير. ونعمل برضو واحدتين بوبس، بس خلي بالكم بص البومبار ما بحبش احشيه قوي عشان ما ينفجرش. وادي المقص بتاع الاكل المغسول ومعدل الاكل ومتنضف للاكل. وهنقص وهنحط قدامي جايبه صينيه عشان اعمل فيها احط فيها اللي اتحشى. وهاخد واحده تانية. ونخلي بالنا احنا واحنا بنحشي كده مش عايزين نملاها قوي، عايزين كله يبقى تحس ان هو مش مدروس ده، خفيفة، عشان خاطر بص انا بفردها بايدي عشان ما تنفجرش. وهقص بعناية كده نفس المقاس بتاع الاولى، وهلم مكرر لحد ما نوصل للطبق العظمة ده. احنا اهو جهزنا اهو الحلة، هنحط فيها مية، والبوكيه جرنيه بتاعنا حطاه برضو بصل وطماطم وكرفس وجزراية وملح وفلفل وروزماري وورقتين لورو وواحدتين حبهان زي ما احنا عارفين. وادينا اهو بخرم قطعة قطعة من البومبار. لازم اخرجها برضو عشان يبقى فيه تنفس، ما تنفجرش جوه الحلة اهو بالدبوس المتعقم. وهنزل بيها بمجرد ما تحطيها في حلة المية السخنة هتلاقيها قفلت ولمت وما بتخرجش ولا حبة رز. شايفين الجمال اهو، لحد ما هنخرم كل قطع البومبار
وننزل بيهم في الحلة بتاعة السليقة. يلا يا قمرات نخلص الكم بتاعنا ده وننزله كله ونسلق. هو ما بيقعدش كتير على النار، بيتسلق بسرعة. اهو هستمر لحد ما هيخلص الجمال دون. وخلصنا خلصنا شكشكة البومبار وحطيناه كله جوه حلة السلق. يلا بقى يا قمرات اهو اتسلق. ما بياخدش كتير، ما بياخدش اكتر من نص ساعة، نص ساعة و5 دقايق. بصوا كله جنب بعضه مقاس واحد. شايفين الجمال؟ شايفين العظمة؟ طبعا دي طاسة بتكون كبيرة شوية او صينية بنجيب كبيرة شوية ونحط فيها زيت، وننزل زيت غزير حبيتين، ونحط فيها البومبار العظمة ده، وهنحمره حسب الرغبة. كل واحد بيحب لونه اللي بيحب وردي، واللي بيحبه اغمق شوية، واللي بيحب ياكل مسلوق. عندنا كل الاصناف دي اهو. شايفين الجمال؟ وطالما بقى بنعمل بط، بينا نعمل شوية ملوخية خضرة كده من اللي قلبك يحبهم. ادي نص كيلو الملوخية جبته وخرطته، وحطيت عليه حزمة كزبرة وخرطتها معاها. وادي اهو حطيتها في شوربة البط الجميلة. وحطي بقى شوية توم مهروسين ومعاهم شوية كزبرة على الناحية التانية في طاسة كده مع معلقة سمنة اهو. وسيبيهم اهو. بصي اول ما بتيجي التومة تهم كده، قوم نازلة عليها بمعلقة كزبرة كبيرة، وبرده لحلة الملوخية معلقة كزبرة وحتة تومة مهروسة. وطبعا مش هنحط ماجي ولا حاجة. شوربة البط كفيلة انها تخلي الملوخية جميلة وطعمة ومعسلة. هنقلب لحد ما اهي التومة بتاعتنا ابتدت تحمر. يلا طشي التومة على الملوخية ووصلي للريحة والطعم العظمة ده. شايفين؟ ويلا خدي شوية ملوخية وارحمي الطاسة زي ما ماما الله يرحمها ما كانت بتقول اهو. وبيبقوا احلى شوية ملوخية دول بقى اللي هما في الطاسة. شايفين الجمال؟ الملوخية الخضرة الجميلة والعرق بتاعها الجميل. وبالهنا والشفا، وتفضلوا معانا. دمتم في رعاية الله.